السلام عليكم اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم حضرت قلت نتشارك معكم طريقتي في الملاوي اللي تيكونوا منسمين كيجيو رائعين. نتمنى انكم تجربوهم. واحد الملاوي راه ما يمكنش كيجيو غزالين ومورقين ومنسمين، يعني بواحد غادي نرسمهم لكم بواحد الطريقه زوينه. نتمنى انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير. وعلى بركه الله غندوزو المكونات. عندي كاس ديال الدقيق الفينو، دقيق الرطب. غادي ناخذ 2 كيسان ديال الفورس وشويه ديال الملح، شويه الخميره، غير شويه الخميره ما نكثروش، معلقه صغيره ديال الزبده صافي. وكنخلط هاد المكونات مزيان، يعني ما كندير حتى شي حاجه اخرى. كندير واحد المعلقه صغيره ديال سكر سنيده، ما نكثرش السكر لانهم كيمشيو مالحين، يعني ما كيمشيوش حلوين صافي. وكندلكهم مزيان غير بالماء العادي ديال الروبيني، يعني ماشي سخون صافي. وكندلكهم ماشي كندلكهم نيت، غير كنجمع هكا الخليط. غنحاول انني ندخل هذيك الزبده تذوب مزيان مع العجينه والمكونات يتخلطوا صافي. وكنجمعها وكنغطيها بالبلاستيك. كتجي لها هاد الشكل، راه ماشي مدلوكه صافي. كنغطيها بالبلاستيك وكنخليها تقريبا ساعه ولا، المهم كتخليوها ترتاح على خاطرها صافي. ملي كدوز هاد المده كتشوفوا القوام ديال العجينه كتجي مطاطيه، كتجي زوينه. ملي كترتاح يعني كتسدلك راسها براسها، يعني بلا ما تعذبوا راسكم معاها صافي. كناخذ بلاطو كندهنوه بشويه ديال الزيت، وغادي ندير كويرات يكونوا شويه كبار بهذا الشكل هذا كما شفتوا صافي. وكنكمل الكميه ديال العجين تنكورهم كاملين بهذا الشكل هذا. تنقرصهم بهذا الشكل هذا كما شفتوا صافي حتى كنكملهم. تنغطيهم كندهنهم بشويه ديال الزيت في الاول ملي تنكونوا تنكورهم. ما نديروش الزيت باش ما تيتقطعوش لينا ملي تنكونوا تنسرحوهم صافي. كندهنهم بشويه الزيت ونغطيهم ونخليهم يرتاحوا المره الثانيه. يعني الملاوي راه كيبغيو ضروري انهم يرتاحوا يعني تقريبا شويه وصافي، 3 دقائق حتى ل4 دقائق صافي. ومن بعد غادي ندوزو في هذا الوقت هذا كنخليهم يرتاحوا صافي. كندوزو باش غادي نحضروا يعني غادي ندير فيهم واحد الحشوه كتجي بنينه بزاف. كناخذ تقريبا واحد 100 غرام ديال الجبن، اي نوع ديال الجبن محكوك كتبغيو، ماشي الجبن يعني بحال الموتزاريلا بحال الايدام اللي بغيتو. شويه ديال الزيت، الزبده اللي تكون مذوبه وبارده. وعندي واحد دقيق الفينو واحد شويه صافي. كندهن البلاصه اللي غنسرح فيها الملاوي بهذا الشكل هذا بشويه ديال الزيت. وكنسرح يعني العجينه ديالتي بهذا الشكل هذا كما شفتوا. يعني راه كتكون العجينه شويه متلوقه ولكن كتعطينا واحد النتيجه زوينه بزاف صافي. كنسرحها بهذا الشكل هذا كما شفتوا. كنحاول انني نجبدها، يعني الطريقه ديال الملاوي ديالنا العاديين، غير انا زدت فيهم بشويه ديال يعني هاد المنسمات، يعني الجبن والزعتر باش كيجيونا هكا بنان. يعني تنخرجوا من ديك الملاوي هكا تيكونوا عاديين غير بالزبده والعسل، هادو كيجيو مالحين كيجيو زوينين صافي. كندهن بشويه ديال الزبده اللي قلت لكم. الزبده راني خلطتها مع شويه ديال الزيت وذوبتها وخليتها حتى بردات ولات بحال البوماد صافي. وكنرش شويه ديال الفينو من فوق من الزبده ملي كندهن صافي. وكندير هكايا على شكل كما شفتوا في الفيديو صافي. كنحاول انني نرققها مزيان. نعاود نزيد عاوتاني ندهنها بشويه ديال الزبده مخلطه مع الزيت، يعني نحاول انني نرققها. يعني كل ما رققتو العجينه تكون رقيقه وكل ما كتعطينا نتيجه مزيانه صافي. تناخذ داك العماره اللي حضرت ديال الفرماج وكنتنيها بهذا الشكل هذا. ما كنزير ما والو، شوفوا يعني كندير لها هكا على شكل مستطيل صافي. وكنجمع عليها هذوك الريوسه وكنضغط عليها في يعني على الشكل ديال الملاوي اللي كنديروا العاديين. انا نعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه. يعني راه الطريقه راه سهله بزاف. انا ما كنديرش الجبن يعني في الاول هنايا ملي كنسرح باش ما كيخرجش ليا من تكون كنطيبها ما يخرجش ليا الفرماج فيها صافي. كنسرحها عاوتاني الطريقه كما شفتوا في الاول. كنحاول انني نجبدها هكا بشويه. العجينه متى تكون مرتاحه راه كتعطينا الطوع في كل شيء. يعني نحاول انني كل ما رققت العجين كل ما يعني كنتحصلوا على نتيجه مزيانه.
صافي نحاول انني نرقق دوك الجوانب. اما الوسط راه رقيق صافي. وكان ندهن بالزبده اللي مخلطه مع الزيت كما قلت لكم. راه ذوبت شويه، انا درت زبده ديال التوراق ذوبتها وزدت معها شويه ديال الزيت صافي، وخليتها حتى بردات عندي، ولات بحال البوماد بهذا الشكل هذا. صافي غنرش شويه ديال الفينو، غير شويه باش كيجينا مورق، وكنتنيها على شكل مستطيل بهذا الشكل. يعني الطريقه ديال الرغايف ولا الطريقه ديال الملاوي العاديه. صافي كنعاود واحد شويه عاوتاني ديال الزبده، وكندهنها غير تبقى خفيفه، ما نكثروش باش ما يجوناش ميدمين. صافي كنزيد شويه ديال الفينو حتى هويا صافي، وكنوضع الحشوه ديالتي بهذا الشكل هذا. يعني غير كميه قليله، ما نكثروش بزاف باش ما كتجيناش باش ما كتجيناش عامره وغادي يخرج لينا بزاف. يعني غير شويه هكا كيعطينا واحد النسمه زوينه في الملاوي. صافي وغادي نتنيها بهذا الشكل هذا كما شفتوا. يعني كما شفتوا راه ما كنزير ما والو، الديته تكون مرخيه. كنجمع هنايا في الجوانب، يعني كنسد هذوك الجناب صافي، وكنلويها بهذا الشكل هذا، وكنجمع كاع دوك الجناب. نتوما شفتوا الفيديو كيفاش درت ليه صافي. وكنخلي الكميه كامله ديال الملاوي حتى كيطلقوا. تنكون دايره يعني المقله ديالتي تسخن، وكنسرح الملاوي ديالي هكا ما يكونوش رقاق. شفتوا السمك ديالها صافي، وكنوضعهم يطيبوا. الطريقه ديال الطياب كندير شويه ديال الزيت، غير شويه في الاول صافي، ما تنعاودش ندير الزيت مره اخرى. يعني الملويه اللي حطيت مباشره غير كنحطها تنقلبها باش كتجيني منفخه وكتجي مهويه من الداخل. صافي بهذا الشكل هذا حتى كنكمل الكميه ديال الملاوي ديالتي كامله. انا يعني كل مره كنقلب وكنشقلب حتى كياخذوا ليا اللون وكيطيبوا ليا من الداخل. صافي وكنضغط عليهم شويه بداك السباتولا في الجناب باش كيتنفخوا ليا، كيجيو خفاف وكيجيو رائعين. ممكن انكم تبدلوا الحشوه، ديروا الزيتون مع البصله، ممكن ديروا اي نوع ديال الحشوه اللي كتبغيو. المهم انايا غادي مره غنبقى نحط معكم وصفات ديال المسمن وديال يعني هاد المملحات كاملين ديال شهر رمضان ان شاء الله. كل مره غنبقى نحط لكم حاجه يعني بطريقتي انايا. كل مره كنحضر وغادي نبدا نصور لكم يعني على حسب الوقت ديالي، كنصور لكم هكايا كل مره حاجه. صافي عندكم الاختيار، ممكن انكم ديروا الجبن من الفوق بهذا الشكل هذا وهي محدة سخونه باش كيذوب معها، ولا كتخليوها عاديه بحال الاخرى اللي في الجنب. يعني نتوما لكم الاختيار، هي محدة سخونه كتحطوا عليها الجبن كتجي زوينه بزاف، كتجي على هذا الشكل هذا. المهم هادو جوج اللي راني طيبت الاولين بغيت نوري لكم كيفاش كيجيو. شوفوا هذه اللي درت فوق منها الجبن كتجي غزاله بزاف. نتوما عندكم الاختيار، ممكن ديروها هكا ولا ممكن انكم تخليوهم عاديين، ممكن انكم ديروهم صغيورين على هادو. انا درتهم شويه كبار صافي كيجيو مورقين كيجيو غزالين بزاف. المهم انا غادي نكمل الكميه كامله وغادي نخليهم عادي لان انا غادي نحتفظ بهم، ما غاديش ندير الجبن فوق منهم. المهم غنقطع معكم وحده تشوفوها كيفاش كتجي خفيفه مورقه، ما كتجيش كاع مزيته ولا فيها لدم بزاف، كتجي منكهه بالجبن والزعتر. كتجي خفيفه. نتمنى انكم تتبعوا صراحه هذا الفيديو هذا وتسجلوه عندكم لرمضان، لان كنحتاجوا بحال هاد الوصفات ديال المسمن وديال بغرير وداكشي. المهم انا غنحضر معكم بغرير مالح ان شاء الله. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.